عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياة عيالكم وحياة عيالكم أغلى حاجة عندكم. شو الفيديو ده شيره. أنا عاوز أوصل للنائب العام أو أي مسؤول مش عارف. وحياة المصحف وحياة المصحف ده وحياة كتاب ربنا، ولو بتحب كتاب ربنا شغل الفيديو ده على قد ما تقدر، عشان أنا في ناس في عصابة حواليا عايزين يحبسوني بأي طريقة. بقالهم 12 سنة على الحوار ده. عصابة حماتي واتنين محامين. محامي معاه توكيل باسم مزور، والحماتي رفع عليا أكتر من 10 قواضي. هي ترفع القضية من هنا، المحامي ده يروح يعمل معارضة فيها عشان إيه؟ عشان أتحبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عملت فيديو النوبة اللي فاتت، طلعت فيه سلاح كده. السلاح ده مش تهديد لحد ولا حاجة. السلاح دوت أنا بقول يعني هموت بيه نفسي لو اتحبست أو اتخذت أو يعني فاهمين إزاي؟ بس اعتبروني ابنكم. وحضرتك نفس الحكاية. أنا بقالي 12 سنة في الحوارات دي مع حماتي معاها فلوس ومعاها محاميين. يعني ده عشان محامي 500 جنيه زيادة 1000 جنيه زيادة يتضم ليها يبقى ماشي معاه كويس. هي تقابله في المحكمة ولا حاجة تروح مديله 500 جنيه ولا 1000 جنيه يقلب عليا. يعني انت عاوز مني ايه؟ ايه المطلوب مني؟ هتتعيل بقى 6 شهور، سايبه بقى 6 شهور، خليته راحت بيه الشرقية ولا راحت بيه المنصورة، انا ما اعرفش راحت فين. تمام، خلعت نفسي. تمام، انا ما بعرفش. اخر حاجة عندك ايه؟ ما بعرفش، عشان لو طلعت ردتي. تمام، ما بعرفش يا ستي. تمام، انت بقى عاوزه مني ايه؟ ملحقاني كل يوم والتاني ابص الاقي جواب جاي لي قضيه مش عارف فين، وعاملين قواضي ايه في جميع المحافظات. لا، رسلت النائب العام، المحامي العام، رسلت المكتب النائب العام، قال لي اطلع التجمع الخامس. انا ما ينفعش ان انا اطلع بره الشارع اللي انا فيه. التجمع الخامس هنا دلوقتي، انا دلوقتي التجمع الخامس بس لو جيت جنب المكتب هناك ابص للمباحث واخداني. وانا ما معيش محامين، قاعد من الشغل، ما معيش فلوس. البطاقه منتهيه، عاوز اروح اجددها مش عارف، والرخصه منتهيه نفس الحكايه. انا قاعد عند ناس هنا هم الصراحه اللي بيصرفوا عليا. انا ابوس ايديكم يا جماعه، اعتبروني ابنكم، اعتبروني ابنكم، اعتبرني ابنك. وحياة المصحف ده كمان مره على عيني. انا ما عملتلاش اي حاجه. حصلت مشكله، راح راحت خانقت نفسها. هي في حالها وانا في حالي. انا كنت ساكن عندها، عند حماتي يعني. لقيت بقى قواضي بقى في 2022. كنا في 2012، الطلاق في 2012. في 2022 لقيت قواضي جايه عليا. واصلين امانه مزورين، توكيل مزور مع محامي، في محامي معاه توكيل مزور باسمي. انا مش عارف اعمل ايه، بس انا مش هتحبس. هي قالت لي كلمه، قالت لي ادخلك السجن ومش هطلعك منه. وفعلا كلمتها بتمشي يا جماعه، كلمتها ماشيه. هيحكم فيها عيالها اتهجموا عليا تاني وضربوني. بس انا الكتر تغلب الشجاعه. يعني هم انا ماشي لوحدي، 3 4 بيطلعوا عليا. انت عايز تحبس امنا، انت عايز تحبس امنا، ده احنا هنعمل ونسوي فيك. انا ما ينفعش ان انا اعمل لهم محضر. ما ينفعش ان انا اخش الاسم اعمل محضر في الاسم. قلت الاسم مش هطلع الاحكام اللي عليا. دلوقتي في تحقيق بيتحقق معاك. لما بتروح تعمل محضر لحد بيتحقق معاك الاول، وبيتاخد منك البطاقه، بتحط في الجهاز عليك حجر كده. خش، ابوس ايديكم وربنا يكرمكم. يعني انا حد يقف جنبي ناسكن، اي حد مسؤول. وبعدين القانون اللي هو بتاع الرؤيه ده يا جماعه، القانون ده اتغير يا جماعه. قانون الرؤيه اتغير. انا مش عارف اشوف الواد بقالي رافع رؤيه بقالي سنه ونص و12 سنه مش عارف اشوف الواد. انا مش هتحبس ليه؟ مش همشي كلمتك. انا عندي اموت نفسي وما اتحبس. بص عليك يا فندم، انا قاعد فين؟ انا قاعد يعتبر بير سلم معاك. بص حضرتك، بص حضرتك انا قاعد فين؟ بير سلم. بص، الحمد لله. بس هي برضك مش سايباني في حالي. هي برضك يعني انا عاوز تسيبني في حالي. انت عاوزه مني ايه؟ انا مش عارف. يعني حضرتك انت عاوزه مني ايه؟ انا مش عارف.